أهلا بكم مشاهدينا في السكوب الرياضي، وهذه أبرز العناوين. الوداد يقدم مبلغا هاما لانتداب نجم تنزانيا. بونو يقود الهلال لبلوغ نهائي السوبر السعودي. ومزراوي ينضم للشياطين الحمر ويحمل رقم 3. أهلا بكم من جديد. عرض فريق الوداد الرياضي لكرة القدم 100 مليون سنتيم للتعاقد مع مازيزي مهاجم نادي يانغ أفريكانز التنزاني في الميركاتو الصيفي الحالي. وذكرت مصادر سكوب الرياضي أن الوداد الرياضي أرسل رسميا عرضه إلى أفريكانز التنزاني للتعاقد مع مازيزي بطلب من الجنوب إفريقي موكوينا المدرب الجديد للفريق. وتبع المصدر ذاته أن الاجتماع الذي عقده هشام أيتمنى رئيس الوداد الرياضي مع موكوينا بتونس مباشرة بعد نهاية المباراة الودية ضد النادي الإفريقي التونسي أفضى إلى ضرورة الإسراع بالتعاقد مع مهاجم أوسط، الشيء الذي دفع بالمكتب المسير للفريق الأحمر إلى تقديم عرض رسمي لنادي يانغ أفريكانز للاستفادة من خدمات مازيزي في الميركاتو الصيفي الحالي. قلب فريق الهلال الطاولة على خصمه الأهلي وفاز عليه بركلات الجزاء مساء أمس الثلاثاء برسم نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي في مباراة جرت أطوارها على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. وبادر الأهلي بتسجيل أول هدف عن طريق محترفه ونجم نادي ليفربول السابق فيرمينو في الدقيقة 66 قبل أن يعادل النتيجة النجم الصربي للهلال متروفيتش في منح التعادل للهلال في الدقيقة 90 لتذهب المباراة مباشرة إلى ضربات الجزاء، والتي كانت من نصيب بطل السعودية حيث تألق فيها الحارس المغربي ياسين بونو بتصديته لركلات الجزاء. وفي آخر خبر، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الدولي المغربي نصير مزراوي قادما من بايرن ميونخ الألماني. وقال النادي الإنجليزي إن المدافع الدولي المغربي وقع مع الشياطين الحمر حتى يونيو 2028 مع وجود خيار لتمديد العقد لعام إضافي. وفي تصريح له عقب انتقاله للمان قال مزراوي إنه شعور لا يصدق أن تكون لاعبا في مانشستر يونايتد، مضيفا أنه انضم إلى النادي في وقت مثير. وتابع ظهير المنتخب الوطني كل من تحدثت معهم لديهم نفس الطموح للفوز بالألقاب وأستطيع أن أشعر بالعزم على تحقيق ذلك. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام سكوب رياضي. ألقاكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS، نربح الرياضة.